السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده خالص، بس لما لقيت كم المغالطات وسوء الفهم اللي حصل والخلافات اللي اتخلقت بين الناس وما بين مؤيد ومعارض، فكان لازم نبين الامر وبالمرة اقول وجهة نظر اللي ممكن تتفق او تختلف معايا فيها، فربنا يجعلني صائب في اللي هقول. هو بس ثانية كده يا جماعة، انتم مصعبين الموضوع ليه؟ بجد والله يعني الراجل واضح قوي، راجل بيقدم محتوى هادف مش محتوى ديني، ودي تفرق كتير. الناس بقى اللي بتقول دس السم في العسل وازاي ناخد كلام ربنا من ممثل، ايه يا عم؟ هو انت هتحدد مين يتكلم في الدين ومين لا؟ بعيدا عن سامح حسين دلوقتي، انا جاي اكلمك في نقطة معينة، وهي اننا ما نعتبرش خالص ان ده محتوى ديني، ده محتوى هادف توعوي بيناقش قضايا مجتمعية ونفسية وبيستند فيها بأدلة من الدين اللي هو المفروض اساس حياتنا، فهو بيستند من الدين. ان كانت ايه قرانيه او حديث شريف صحيح فالراجل ما غلطش، والمحتوى مش ديني بحت، وكمان فيه غلطات زي انه بيستخدم موسيقى مثلا، وده من الدلائل انه فعلا مش محتوى ديني. حوار تاني، هو بقى بياخد لقطة او مش لاقي شغل فقرر يستعطف الناس، او واخد الموضوع ترند وسبوبة، ربنا اعلم بنيته وده ما يخصنيش. انا اللي يهمني اللي الراجل ده بيقدمه وان في ملايين بتتابعه، فنسأل الله انهم يستفيدوا افادة صحيحة من اللي بيقدموا ليهم. تاني، انا كل ده ماليش دعوه بشخص سامح حسين، انا بتكلم في المطلق ان اي حد يقدر يقدم محتوى مفيد يتفضل، اي حد يقدر ينصح ويرشد الناس للحق ويبعدهم عن الضلال يتفضل. انت نفسك تقدر تعمل ده، وده اللي ربنا امرك بيه. طالما عندك علم كافي عن دينك ومعلومات تقدر تفيد بيها غيرك، فليه لا؟ ليه تسكت وتوقف المعلومة والنصيحة عندك؟ بس في حاجتين مهمين لازم تفهمهم وتعمل بيهم قبل ما تنصح غيرك، ان كان سوشيال ميديا او في الواقع. الحاجة الاولى واللي معروفة ان ربنا امرك بالمعروف والنهي عن المنكر، والحاجة التانية وهي تابعة للنقطة الاولى هي انك تعرف تؤمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وده بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل بالتي هي احسن. سامح حسين بقى، انت العبد لله، اي حد عنده مقومات الدعوه للخير يا ريت ما يبخلش او يتحرج انه ينصح. فيا اخويا ويا اختي ويا كل الناس، صححوا معلوماتكم. برنامج قطايف بتاع سامح حسين مش ديني خالص، وده يعتبر نفس محتواي. هو من الدين لكن مش ديني بحت، فما تقوليش يا شيخ، انا مش شيخ، وده لاني اصلا مش على قدر كافي من بحر معلومات الشريعه ان اقدر اقدم محتوى ديني، على الاقل في الوقت ده. انا راجل مسلم تائب يدوب من وقت قريب، وبحاول على قد ما اقدر امشي على الطريق المستقيم، وعايز اسحب اخواتي معايا لطريق الحق والهدايه، لان والله هو ده الطريق الصحيح اللي فيه الراحه والامان. انا محمود شوشه وده محتوايا. لو حابب تشوفني تاني اعمل لايك وفولو وسبسكرايب لو على اليوتيوب، واعمل شير، وخليك فاكر ان الدال على الخير كفاعله. وبس كده، اللهم اهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.